سلامات إبراهيم، كيفك؟ شو الأخبار؟ كيف أموركم؟ تحضيرات؟ ممتاز ممتاز. إيه ليك شو بكرة رح يوصل فيرمين مع فريق التصوير مشان الفيلم عن الموسيقى اللي حكيت لك عنه نيكست ميوزك ستيشن، وهن مهتمين يصوروا الحفلة تبعكم ضمن موسيقى على الطريق. يعني كتير حابين الفكرة إنه جاز مع فنون بصرية ومكان عام وهيك. ايه فرح يصوروا كتير منيح. ايه لازمكن شي تاني؟ كل اموركم منيحة مشان الساوند شيك وكل هاي الامور؟ اوكي كتير منيح كتير منيح. ماشي صديقي، يلا شوفك. اوكي تشاو، باي. شكرا يا جماعة. أنا ولدت بالشام من أب عراقي ومن أم سورية فلسطينية، بس أنا بنت الشام وبعشق الشام وبعشق كل نغمة بالشام. من سنين وأنا بلشت شغل بمجال الموسيقى، وعم دور دائما على الصوت المثالي، على الصوت الشامي، على الصوت السوري، على الصوت اللي بيروح لكل مكان ولكل العالم. ومن هون ما فيني غير روح لعند واحد من أحلى الأصوات السورية، وهي المغنية رشا رزق يلي أدت أغاني فيلم كراميل. يعني أنا ببداياتي كان عندي مشكلة الحقيقة مع عائلتي، إنه أنا بدي أدرس موسيقى أو أنا بدي أحترف الموسيقى. هذا الشيء كان شوي عامل أزمة يعني عائلية، إنه أوكي فيكي يعني تغني كهواية، ولكنه تحترفي الموسيقى هذا الشيء كان الحقيقة صعب. يعني نحن بمجتمع الموسيقي لا ينظر له يعني كإنسان محترم كتير بالمجتمع الحقيقة للعامة. صعب هذا الشيء، لأنه
عنا بثقافتنا نحن العربية إنه الموسيقى دائما مرتبطة بأجواء السهر والليل يعني التسلية إذا فينا نقول، وأجواء شوي يعني هذا موجود بالتاريخ، أجواء مو كتير مستحبة يعني. فصار أي تجربة فنية أو موسيقية دايما مباشرة باللاوعي بمجتمعنا تربط بهي الأجواء. الشيء اللي يعني حبينا كتير نحاول انه نشرحه للناس بالاعلام باي قناه اتصال يعني مع الجمهور، انه الموسيقى اللي عم نقدمها هو مو فن فقط للتسليه. أكيد الفن بشكل عام هو له غرض ترفيهي حتما، ولكن الترفيه كمان له أنواع وله درجات. يعني في فنون كتير بتكون صعبة وراقية جدا، هي لبعض عالم هي ترفيه، ولكن ترفيه راقي. ممكن أنواع الترفيه هو يعني بينحدر لمستويات كتير دنيا مثل ما يعني بيتخيل مجتمعنا. فنحن عم نحاول إنه نطلع الموسيقى من بالفكر الجمعي اللي موجود بالمنطقة عن هي الصورة النمطية اللي الحقيقة موجودة كتير حتى بوسائل الإعلام. الموسيقى التجارية اللي دارجة هي عم تثبت هي الفكرة. نحن كموسيقيين مستقلين عم نحاول إنه نغير هي الفكرة ونطلع من هذا النمط يعني. هاي راحوا لبعيد حزن ولا عيد وبرداي حرير عالعالم بطير عطري طفي شموع أو زوبعة رجوع لمحاتهم بتموج ببحور وبمروج. بالنسبة لهذا النوع من الإنتاج يعني إنه فينا نقول إنتاج موسيقي مستقل، يعني كتير صار في يعني فرص إنه كأشخاص منفردين إنه نحن يصير في إنتاج لنا من قبل شركات، ولكن مو النمط الموسيقي اللي نحن فعلا بدنا إياه. عم يكون أنماط مفروضة علينا، الأنماط اللي سائدة بالسوق واللي هي بالحقيقة نحن شايفين إنه ما بتعبر لا عننا ولا عن جمهورنا. فارتقينا انه نحن لازم ننتج نحن موسيقتنا لحتى نحن يكون عندنا الحريه انه نختار النمط اللي بدنا اياه، نختار الكلام اللي بدنا اياه. وهذا الشيء بحسه يعني حقيقي اكثر، هي تجربه موسيقيه حقيقيه اكثر من كونه انه شيء بيفرضه السوق التجاري او الشركات اللي هي يعني هدفها فقط الربح التجاري. فبلكي يعني نحن وفرق تانية كمان موجودة بسوريا، بلبنان، بالأردن، بمصر، بكل المنطقة، حتى بالمغرب، إنه نقدر نعمل نمط موسيقي جديد يلاقي رواج بين الجمهور مثل الأنماط التجارية السائدة يعني. Deus, 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 Axi, Tutis, Oxi, Tura, Eranos, Exis, Velis, Vera, Sima, Deus, Oxi, Ver, Amenore. Aman aman, aman yarim, aman aman, aman yarim, aman aman yarim. Oxi, Verus, Vera, Deu, Luci, Vera, Oxita, Deus, Verus, Deus, Axi, Tutis, Oxi, Tura, Eranos, Exis, Velis, Vera, Sima, Deus, Oxi, Veru, Amenore. Aman yarim, aman yarim. كتير نحن نسأل إنه عن الهوية الموسيقية، وين الهوية الموسيقية أو وين هوية المنطقة بالموسيقى اللي عم نقدمها. الشيء اللي أنا بحب أقوله دائما إنه الهوية الموسيقية أو الهوية بشكل عام الثقافية هي ليست شيء ثابت
وإذا كان ثابت فهو فينا نقول إنه خلص الثقافة صارت ثقافة متحفية وماتت الثقافة، لأنه هذا الشيء لازم يكون شيء متجدد حي حتى نحن نقول إنه ثقافة حية. فالهوية لازم تكون هوية متجددة. مرايتي يا مرايتي رح أحكي لك حكايتي، قوليلي أنا مين، انتي أنا وأنا انتي، مهما كبرتي وتغيرتي بعيوني انتي الستي يا مرايتي. رح أحكي لك حكايتي، قوليلي أنا لي، شعري منه أشقر، خصري منه أصغر، وتمي منه أكبر يا مرايتي. الو مرحبا استاذ ابراهيم، كيفك؟ كيف صحتك؟ تمام؟ ايه نحن بالشام مع فيرمين والشباب بلشنا تصوير من كم يوم وبانتظارك. امتى بدك تطلع من الحسكة؟ اليوم بالليل. اوكي، كم ساعة الطريق؟ طيب جاي خصوصي مشاننا، في عندك شي تاني؟ اوكي، رح تكون انت والاستاذ نوري. اوكي، كتير منيح كتير منيح. خلص بانتظارك نحن بكره، ويلا بالسلامة ان شاء الله بتوصل بالسلامة. شكرا، اهلين، باي باي، مع السلامة، باي باي. Amantelo, leggiantelo, amantelo, heigiantelo, amantelo, telo giantelo, siruntelo, telo giantelo, amantelo, telo giantelo, amantelo, telo giantelo, amantelo, telo giantelo, telo, siru giantelo, telo. عشت بعدين من خلال ضيعتي عشت مع ناس مختلفين، نقدر نقول الثقافات والعادات والتقاليد بكل شيء، يعني بالموسيقى، بأمور بالموسيقى وما يخص الموسيقى، بالأخص بالغناء يعني. وصراحة تأثرت في هذا الجو كثيرا يعني، وتأثرت بالجو الغناء الديني الإيزيدي، وتأثرت بجو الغناء الأرمني من خلال والدي، لأنه كان حافظ كثير تراتيل لها علاقة بالكنيسة الأرمنية يعني، أخذت الألحان منها بشكل جيد. وتأثرت جدا كمان بالسريان اللي رحلوا من مناطق كمان كانت قريبة من مناطق، حتى مناطق الجد بمنطقة وان وسيبان، ومناطق الوالدة كان قريبة كثير من ضياع، من نصيبين، من طور عابدين مثلا. حتى كثير شغلات كان عم تعمل تراتيل أرمنية بس على ألحان صراحة سريانية، كان لحن وكأنه سرياني، عم نسمع سرياني فيه الشرقي الواضح يعني. وأخذت كثير من المغنيين الأكراد القدامى اللي يغنوا الملاحم، كون منطقتنا كمان مليئة بهالمغنيين يعني صراحة في سوريا. واخذت كثير من العرب اللي كان يرحلوا دائما من مناطق دير الزور ومناطق الرقة الى منطقتنا لمتابعه امور الاقتصاديه من خلال البدو الرحل الغنامه يعني. انا تاثرت بغنائهم ايضا كمان، اخذت منهم كثير. ومنطقنا قريبه من طبعا نهر الخابور اللي هو عليه يعني بني عليه، نحن نقدر نقول حضارات جديدة، ولكن لها امتداد تاريخي طويل كثير، الحضارة الآشورية يعني. كنت على صلة وقرب من هالناس كثير يعني، اللي يغنوا من أصعب أنواع الغناء الآشوري، مثلا الراوي، الديواني، الليليانا، أغاني الشعبية. أنا لما جيت على المعهد خلال معرفتي بأستاذ نوري، أنا جيت حامل معي هالأمور، بس كل شيء في مكان يعني، ما عرفت شلون أصف هالأمور بشكل جيد صراحة. اللي صف لي هن بشكل جيد وحطهم بمكانهم المناسب هو أستاذ نوري. هو بيحكي عني لأنه
فرق العمر بيناتنا وأنا كنت أستاذه محبة زيادة. بيذكر هيك أبيات طيبة. تعرفت عليه هو كان طالب في المعهد إعداد المدرسين سنة 82. ايه بيوميها حسيت عم بيغني الإنسان بعفوية، ملاحم كردية رائعة، وبأداء وعزف على البزق. هو دمج الأخلاق كثير، انحب وحبيته هو وزميل آخر، فصرنا أصدقاء، ما عدنا أستاذ وطالب، صرنا أصدقاء. بس موسيقى اللي عم يشتغل فيه في منهجية علمية ومنهجية محلية من نظريات الموسيقى المحلية، والاستفادة من المنهجية العالمية في الموسيقى الغربية، تطويرها، الفكر والفورم والبناء. الموسيقى المحلية مثل ما هي، خاصة السريانيات لأنه مجموعات كبيرة فيه، تحمل في طياتها حالات درامية، حالات وصف، حالات تأمل، حالات متعددة. المعاني الروحية كتير عميقة فيها. هدول ممكن يكونوا أساس لبناء موسيقى جديدة في عالم جديد وفي مجتمع جديد، بأسلوب يغلب عليه الطابع المحلي اللي فيها المقامات وعلاقاتها مع بعضها، والمقولات الموسيقية الجديدة، الصيغ والمضامين بشكل أكثر. لذلك بسمي حالي مؤلف موسيقي سوري معاصر يستفيد من التراث بشكل مهم، ويعيد قراءة التراث الموسيقي من جديد للحصول على مضامين جديدة وتركيبها في بناءات في قوالب جديدة عالمية. الموسيقى الشعبية هي لها معنى كتير كبير ومعنى سامي وراقي. إذا قدرنا نقدم الموسيقى الشعبية بمعنى الصحيح، معناته عم نصل، صراحة عم نصل، لأنه نحن هو تعامل المغني أو الموسيقي هو مع الناس، مع الشعب. إذا قدرنا نصل لفكره وقدرنا هو يصل للشيء اللي نقدمه نحن بهالمعنى الراقي الشعبي، هذا شيء جميل. أنا بالنسبة لي تجربتي اللي أنا أعتبرها شعبية في قسم منه الشعبي اللي له علاقة أيضا بالتاريخي، أما أقدم أمور ملحمية إلى علاقة بالأمور التاريخية، يعني له علاقة بالأمور التاريخية. أنا أحس العملية عملية الصدق، يعني إذا كنت أنا صادق مع حالي وبعرف شو عم بشتغل، عم بقدم بشكل صادق وصحيح، أنا واثق كل الثقة اللي أمامي حتى اللي ما يفهم الكلام يحس إنه أنا عم بقدم شيء صادق، شيء يمس هذا الأمامي اللي ما بيفهم على اللغة اللي بغنيها. الموسيقى الشعبية بتحمل إيقاع الشارع والناس، وبعتقد إنه هي الموسيقى وعلى الرغم من انتشارها الواسع لسه ما حصلت على الاعتراف اللي بتستحقه. الفنان وفيق حبيب قدم تجربة مهمة جدا على هذا الصعب. دنيا بعيونك تحلالي، داوين بغمزي يا حبيب، يا لا أغلى علي من حالي. أنا نشأت ببيئة جبلية جميلة جدا رائعة، ارتفاع عن سطح البحر 900 إلى 1000 متر. المنطقة جدا كتير جميلة، ويعني 90% خلتني هي غني لحالي. يعني من أول ما توعي على الدنيا تسمعي العصافير وتسمعي صوت المي بالوادي، شيء جميل جدا. بالإضافة إلا أنه كتير أخذت وراثي من أهلي، أنه الوالد كان صوته جميل، وحتى تيتا كان صوتها جميل، أو أخواتي كمان.
بلشت بالمدرسة المرحلة الابتدائية، نغني بالمرحلة الابتدائية أنا ورفقاتي، لحتى كنا يقولوا لي صوتك حلو صير غني. كمان بالإعدادي صرت غني أكتر وأكتر. دائما صاروا الشباب يقولوا لي لازم تصير تغني بالحفلات ولازم تصير مطرب، وعلقت براسي هاي القصة لحتى دخلت التعليم العالي المعهد التجاري بجامعة تشرين عندنا محافظة اللاذقية، لحتى صرت شارك بحفلات التعارف وبحفلات الأعراس الشعبية اللي دائما بشتاق لها، ما بقى في منها قليل كتير، اللي كانت تعتمد على فقط آلتين من اللي هن الزمر والطبل. هلا عليك هلا وألف اسم الله، وعليك جبون وجوز عيون يا ما شاء الله. وهلا عليك هلا وألف اسم الله، وما بعشق غيرك لا لا والله. كنا نضل بتذكر بالعرس من المسألة الأول ساعات الصباح بس آلتين، بيتخلل الطبل والزمر. الموال العتاب القديم كنا نغنيه، لهلا بنغنيه. كان في شيء اسمه يسموه الفاصل بين ناخذ عن الزمر يلي كان اسمه بالشعب بالعامية كتير اسمه الفروقة. هي كنا نغنيها هي القصة، كنت اسمعها من القديمين لحتى وصلنا للتطور هذا صار باللون الجبلي، اللون الساحلي، لحتى صار ينتشر وينتشر. وفتنا صرت فوت على الاستوديوهات لأنه صار تطورنا من زمر وطبل من آلتين موسيقيات لحتى صار عندي فرقة كبيرة كتير شبه أوركسترا تماما. دخلنا آلة الكمان على اللون، دخلنا آلات النفخ كلها، دخلنا الكيبورد لحتى صار اللون وصل لهون يعني. أنا مضبوط ابن بيئة جبلية وابن بيئة ريفية ساحلية كمان نفس الوقت، بس أنا إجيت لهون على السنتر، على المركز السوري بالأصل على دمشق، لأنه هون انطلاقة كل الفنانين، لأنه هون في مجالات عمل أكتر، لأنه اللون وصل لهون، لأنه كتير عانينا لحتى وصلنا لهون، تعبنا كتير لحتى وصلنا لهون نحن واللون. ما فيني أحكي لحالي لأنه في كتير كادر كتير كبير اشتغل وتعب لحتى وصلنا لهون، أنا والشباب يعطيهم العافية جميعا اللي تعبنا على هذا اللون الغنائي. عانينا كتير بالبداية، الناس أول شيء أبدا ما تقبلت اللون، كانوا كتير يحكوا عنه بالشامي شروي غروي، إنه لون بسيط، إنه شوي جفلي، أو إنه شوي العتابة، أو شوي الناس تفكر إنه عياط وإنه كذا. الناس ما بتعرف إنه اللون كتير صعب، اللون كتير مهم، اللون كتير بده شغل. لحتى الحمد لله الناس يعني انتبهت، صارت تسمع اللون، سمعته أول مرة وثاني مرة لحتى شربت اللون، حسيت فيه إنه لون عن جد جميل. اللون برقص بالعامية، بشيل الهم عن القلب، سهل ممتنع، كل الناس فيها تفهمه. خمس صبايا حد العين، واحدة منهم محبوبين، الغمزات عالميلين، ام الشعر الخرلوبين. خمس صبايا حد العين، واحدة منهم محبوبين، الغمزات عالميلين، ام الشعر الخرنوبين. يا ويلي ام الشعر الخرنوبين. يا ويلي ام الشعر الخرنوبين. خمس صبايا حد العين، واحدة منهم محبوبين،
دكتورة، كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام؟ ايه أنا مع فيرمين لساتنا عم نصور بالمدينة ونعمل لقاءات. تمام. ايه فكنت حابة أعرف نحن إذا موعدنا بدار الأوبرا لساته قائم. يعني مثل ما خبرتك رح يكون الحديث بشكل عام عن الخطة البرمجية بالدار بمجال الموسيقى. طيب كثير منيح دكتورة، منشوفك وقتها لكن. طيب ماشي، شكرا كثير لك. باي باي. نحن اليوم بالدار عم نشتغل على مدى طويل، على خطة طويلة الأمد، على معايير كتير واضحة مو بس لتقديم عروض موسيقية وإنما أيضا لترويج للحياة الموسيقية في سوريا ولدعم الموسيقيين الشباب. اليوم نحن بصدد إعداد خطة تعمل على الربط ما بين الشباب المبدعين وبين التوجهات الجديدة في الموسيقى وأيضا التراث الموسيقي الموجود. اليوم نحن في دار الأوبرا بصدد تشكيل أوركسترا خاصة بالدار، أوركسترا سيمفونية بناء على معايير عالمية. يعني غالباً عما نفترض أنه الموسيقيين يلي قدموا بالدار هن خريجي المعاهد، وهذا بيخلينا ندعم الحركة الموسيقية الشبابية ونقدر نوصل للصيغة يلي أنا بلاقيها هي سمة من سمات الثقافة بسوريا، هو التنوع الكامل. هلا بشكل عام ابتدت الحركة الموسيقية كانت موجودة بشكل إفرادي وبشكل خاص، وكان في معهد موسيقي بيخرج بشكل جيد موسيقيين لكن ما له طابع أكاديمي. كان في شخص بيهتم بالموسيقى كتير وساهم بنهضة موسيقية هو الأستاذ فخري البارودي، وعلى يده التلمذ صباح فخري اللي يعتبر اليوم من الأسماء الكتير هامة بالموسيقى الكلاسيكية السورية. كثير من الموسيقيين السوريين درسوا بالخارج وفي منهم بقيوا يعني استمروا عم يشتغلوا بأوروبا. كمان نحن اليوم في عنا خطة لإعادتهم لسوريا، لاستضافتهم، للاستفادة من خبراتهم. عنا عدد من المؤلفين على مستوى عالمي، عنا عدد من الموسيقيين والعازفين على مستوى عالمي. يعني بس بدي أذكر أسماء: ضياء السكري، نجمي السكري، عابد عزرية. في عنا كل الموسيقيين الشباب اللي موجودين برا مثل شفيع بدر الدين، مثل زيد جبري. فهدول ناس لازم واحد يشجعون إنه يرجعوا. الو، هاي شادي، كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام؟ ماشي الحال؟ ايه شادي، أنا هلأ مع فريق التصوير تبع فيرمين مقروسة مشان نيكست ميوزك ستيشن، وعم نحضر للقائنا معك، فكنت بدي أعرف إذا نحن لساتنا على موعدنا مشان جين. طيب ماشي، يلا بنشوفك شوي تاني. اوكي، باي باي، تشا تشا، باي. هنا الشام، هنا الشام. يعني فريدي ميركوري هو يعني اخذ حيز من الوقت اللي كنت اسمع فيه موسيقى كتير كبير، كوين عموما. يعني الموسيقى كيف تنتقل
من مزاج لمزاج تاني يعني ما بيكون في رتابة بالقطعة الموسيقية، دائما في أفكار كتيرة موجودة، دائما عم ننتقل من فكرة لفكرة، ما في هذا الركود، ما في سلطنة يعني إذا بدنا نسميها هون، اللي هي دائما على مزاج واحد. احنا عم نغير من محل لمحل، مثل ما بكوين، مثل ما بالموسيقى الكلاسيكية اللي فيها القوالب الموسيقية اللي فيها الحركة الأولى والثانية والثالثة، السريعة والبطيئة، العنيفة والرقيقة. دراسة الموسيقى الكلاسيكية خلتني أقدر أشوف كل هاي التفاصيل بكل الموسيقى تبع العالم، مو بس بموسيقتنا. صرت حتى مهتم أسمع موسيقى الشعوب الثانية، الإيراني، البرتغالي، الهندي، وفق هالآلية اللي تعلمتها بالمعهد، ووفق الآلية الكلاسيكية اللي تعلمتها بالمعهد. لا أقدر بلش حط بقى أنا شو حابب إني حط، اللي هو غالباً الروك. يعني كان بالنسبة إلي اللي هو أكتر شيء قادر أنا كشاب من تقريباً صار لي 10 سنين مبلش بهالموضوع، لحتى أقدر فرغ فيه، عبر من خلاله. غدرت يا موت كم أفنيت من عدد، بمن أصبت وكم أسكت من لجبي. فالخلفية اللي أنا أساساً ببلش منها هي شيء اسمه الروك أوبرا، اللي هي نوتردام دو باريس، ستارمانيا، لدي كوموندمون، المسرح الغنائي هذا اللي هو في روك موجود بالموسيقى، لكن المغنيين كلهم خلفيتهم كلاسيكية بالبداية، كلهم دارسين موضوع تقنية الصوت مع حركة المسرح، مع كيف يقدروا يعملوهم مع بعض. هدول الموضوع اللي هو المسرح الغنائي بالنتيجة، يلي هو متدرج من الأوبرا حكما. يعني لمعت أبواء الثورة، سكر الحق المسافات والأعلام الدموي، قوي قلبك وهجوم، يا بتوصل على الموت يا بتوصل على الحرية. هلا في مرحلة نحن عم نمر فيها، اللي هي مرحلة الفرق الشبابية عم يسموها، أو الموسيقى البديلة، ونحن ضد التسمية، دائما نعيدها لهي الفكرة. نحن الموسيقى رديفة إذا بدنا نسميها، أو موسيقى خيار تاني موجود بالبلد. في شكل لهلا هو إنه الموسيقى الشبابية، أنا موافق، يعني ما في مشكلة، ما مهم يعني كتير، بس إنه واضح إنه على الأقل الناس معترفة بشيء جديد عم يصير هلا، سماته، صفاته، رسالته، هذا بده وقت، بده العالم تستنى وتراقب الشيء اللي عم يصير بحب، لأنه يعني أولادهم النتيجة هدول اللي عم يطلعوا هذا الشغل الجديد، واللي هو على الأقل يعني موسيقى، على الأقل هو موسيقى. التنوع الموسيقي اللي ممكن يلاقيه الواحد اليوم بالشارع السوري بيعكس كون شريحة الشباب صارت تشكل الجزء الأكبر من مجتمعاتنا. شام امسيز هي فرقة راب سوريا،
أول شغلة إنه سميناها شام امسيز لأنه هي اجتمعت بالشام، ونحن بنحب الشام عم نساوي شيء للشام. بنفس الوقت بدنا نستخدم كلمة راب، فجمعنا كلمتين عربي وإنجليزي. الرابرز هن شعراء العصر الحديث، فما في شيء بعيد بين الشعر والراب، هو بس شكل محدد. قصايد بالعامة للعامة بحكيها بضرب العربي الغربي، بطلع تجري أنا بساوية هوية عربية بتحمل اسمي بالغربي العمر بيمشي شام امسيز. نحن كرابرز يعني شغلتنا نحكي عن المجتمع تبعنا، فطبيعة حياتنا بمدينة دمشق لازم نحكي عن القصص اللي بتصير بمدينة دمشق. ما فيني أنا أكون قاعد هون عم بحكي عن مشاكل مثلا بأمريكا، ما حدا رح يحس إنه الشيء اللي عم أقدمه له صلة فيه. تقريبا في نسبة كبيرة من أغانينا ترتبط بحياتنا ومدينتنا. شام امسيز يو بنت الشامية دماسكس بنات بشوف انحلق كابا، بس هن مجانين جاي من عصر علي بابا، بايديهم خواتم مصاري من البابا، السلع فاضي واحلى شي في منه لبس الرابا، شكس بصدر كسيون كوميسيون، ما بعرف شي اسمه موسيقى او ساكسيفون، ما بعرف في حرام من اليونيك موبايل فون، خليني يعرفوا قيمة حالهم على الميكروفون. نعطي حل للمشاكل كمان يعني اللي بتصير بالمجتمع. يعني الغنية مو بس مثلا بتحكي عن المشكلة، لا بتطرح الحل تبع المشكلة مشان العالم مثلا انه تتلافى هاي المشكله او مثلا تطلع من هاي المشكله. اكيد لانه هي الغنيه هي غنيه الراب، يعني فيني احيانا بتكون 3 فيرسات، مثلا بيقول لك شو المشكله، بيطرح الحل وبيسالك اذا انت بدك الحل. Everybody in the house, put your hands up. Damascus, how you feeling? Come on, stand up. Bouncing, dancing, party all night. شام MCs making you feel alright. أهلا وسهلا فيكم بعالمنا رح تعرف كل شي عنا اختلافات موسيقى بتجمعنا، ولا واحد رح تسمعنا. See our mentality's different دي American عالية بنلحق اترجم بمكان البوب وين قلابية واحد trying to design يخترعوا the best technology وادوا every piece of music care about humanity. Simple flow بيهتموا بالجواب but don't have a social life. تنفوتين أفكار بإنسان develop rearrange فكر العميقة مع شام MCs mix it into what's and make you stay out of عادات وتقاليد الكيج. شام MCs we out. الو هاي لينا، كيفك؟ تمام؟ نحن هون بالاوتيل مع فيرمين والشباب عم نجهز. كنت بدي اعرف نحن على موعدنا اليوم بالاذاعه؟ كثير منيح. اوكي يلا بنشوفك لكان. شكرا، يلا باي باي باي. دوزنا اللي يريد كل سبت 9 المساء لينا شمامية غسوريا الغد. هلا الحقيقة بعتقد أنا كوني موجودة بهذا المكان وتحديدا بهي العائلة وبهي الظروف يعني هذا المكان تماما هو اللي خلاني أنا يكون هذا هو الإنتاج الموسيقي تبعي. يعني وجودي دائما بمجتمع شرقي بيحتم علينا انه نحن نسمع الموسيقى الشرقيه كل يوم، تحديدا بالوقت القديم لما ما كان في فضائيات، كنا على التلفزيون دائما نسمع معرض دمشق الدولي، كنا نسمع حفلات بصرة، كانت الاغاني دائما الحفلات بصوت فيروز، ميادة حناوي، صباح فخري، ام كلثوم، يعني مع حفظ الالقاب اكيد، بس هي كانت الموسيقى اللي نحن نسمعها بشكل طبيعي. بعدين يعني وكان هذا الشيء دائما قبل افلام كرتون، بعد الكرتونز دائما كنا إجباري ما نسمعهم مثل كل جيل الثمانينات، هي الموسيقى اللي تربى عليها. هلا هذا الشيء أكيد أثر كثير لأنه الذاكرة التراكمية، الذاكرة السمعية هي من أهم العوامل اللي بتأثر بالموسيقى وبالموسيقى بشكل عام. المكان اللي بتوصلي له كامرأة
انت وعم تشتغلي بالموسيقى، عم تشتغلي مع ناس من برا، عم حتى وجودك كأنثى بالبلد كإنسانة عم تشتغل الشيء اللي بتحبه، بنفس الوقت المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والالتزام بالعمل والالتزام بالجوانب الإنسانية الثانية اللي هي بتضل نفسها، وبالعكس إذا بدك بتصير كتير أقسى لأنه الأضواء صارت عليكي. لما تكوني مختارة أنك تشتغلي فن ملتزم، يعني ما بدنا، يعني هو شيء مختلف عن الشيء اللي سائد أو هيك، فالمحاكمة تبع العالم بتكون أكبر، تكوني أنت قبلتي أساساً من الأساس أنك أنت تكوني دايماً تحت عين تحت مجهر، أو أنه إيه في حساب، في محاكمة، ما فيك تطلعي على أي مكان بالحرية اللي بدك إياها. بنفس الوقت اللي جواتك بتكون الحرية كتير كبرت. يعني أنا لما في كلمة بدي أقولها، أنا فيني أكتب غنية وأقولها، وهي الكلمة بتوصل لكتير عالم، وهدول العالم بيجوز تكون في فكرة هن مو مفكرين فيها، بيجوز ياخدوها يفكروا فيها يحسوها يعيشوها. فالحرية كتير كبيرة، المسؤولية كمان كتير كبيرة، التطور اللي بيصير كتير كبير، يعني الأحلام بتتغير، الحياة كلها بتتغير. التوعية الموسيقية اللي هو نحن يعني دائما بتحسي انه الناس دائما بتنلام انه ما عم تسمعوا منيح وما كذا وما كذا. طب ما أنا مشكلة العالم، ما نحن اللي المفروض انه يكون عندنا حيز، اذا ما بدنا نقول اذاعة كاملة، يكون في حيز بس انه نحط هاي الموسيقى اللي ما تجارية، اللي منضل نتهمها ونحط كل شيء عليها، بس نحن ما بنترك فسحة لأي شيء تاني غيرها. من كم سنة وقلعة دمشق عم تستضيف أهم الحفلات والمهرجانات الموسيقية. من هذا المكان المفتوح واللي كل شي فيه ممكن وقابل للتحقيق، سوريا عم تأكد وجودها على خارطة المهرجانات العالمية كمحطة أساسية بمسيرة كتير من الفنانين العرب والعالم. من البداية كنت دائما نشوف انه ليش البرازيل وكوبا عندهم موسيقى جاز لها علاقة بتراثهم، ليش الأتراك والأرمن والأذربيجانية عندهم تراث تراكمي، عندهم موسيقى خاصة، تجارب كتير وتراكمات أنتجت هالموسيقى الرائعة تبعهم بخصوصية، أو مثل زياد الرحباني، ما بدنا نقول جاز شرقي، صارت زياد الرحباني بس هي كمان موسيقى جاز، أي مستمع جاز بالعالم بيسمعها. فقررت من البداية وجهها بهذا الاتجاه، يكون لها شيء خصوصية، الخصوصية بدها تيجي من التراث، من الغنى تبع سوريا، ولا شو بنعمل موسيقى هندية، يعني ممكن طعمها موسيقى هندية. أرى سلمى بلا ذنب جفتني، وكانت أمس من بعضي ومني، كأني ما لتمت لها. بس الشغلة الأساسية هي التراث السوري، بسوريا الطبيعية مو بسوريا الجغرافية، بهذا المضمار، والمقامية نعتمد على المقامية وغناها بسوريا وتنوعها وكل الثقافات الموجودة بسوريا الطبيعية لتكون استلهام للموسيقى اللي عم نعملها، إما كشيء توزيعي أو كاستلهام من أفكار ونشتغل عليها بالموسيقى المودرنة اللي هي بتعطي صيغة رابحة وصحيحة لنقدم التراث تبعنا. انه قديش فيه الانسان يكون مسؤول عن شيء موضوع مفهوم له بيكون احسن، قديش انه يكون بعيد عن فكره انه هذا نحن المجتمع اللي عايشين فيه
دائما بنقول نحن مجتمع راقي، بس هو فعلا نسبة 3% اللي عايش فيه، اما الباقي مو ملاقي شيء، لا شغل، وصعب كتير انه يغير شكل، يعمل مادة لحتى يغير شكل، ينفس، يريح. هذا المجتمع اللي عايش فيه فينا نقول راقي، نسبة 3% عايش، اما الباقي مو ملاقي شكل. بتفكر انه من السهل جمع لك شي قرشين حتى تحاول تغير شكل، والجهل معشش والعالم بدها تفرفش، والضغط بيكسر الراس ما فيك تطنش. بلش من الصفر، مسؤولية بقص الظهر، مو من طيب العالم بدها تتحبحب وتحشش. وناس بتقلك اهم شي عندي الراس، مصاري بالجيبة يلا غب بالكاس، وتطور الانسان ورياضة لسان. شوفوا شو عملت فلاني ونسيوا عالثاني الفلدان. تراثي ممكن صباح فخري بيأثر فيني الألحان، يعني حلو، في شغلات، في صور حلوة بالشعر يعني أيام تمرق هيك، بس هن شغلات إلها دائما إلها علاقة بالحب دائما الموسيقى رايحة، بتعرف أنت رايحة الموسيقى العربية كتير للحب يعني. وضمن رحلتنا كان لنا فرصة لقاء عالم كبير من أعلام الموسيقى العربية، هو الأستاذ صباح فخري مع ابنه المغني أنس فخري. لقاء استثنائي مع جيلين من الموسيقى السورية. سألني الأستاذ محمد عبد الوهاب الله يرحمه، قال لي يا أخي ما عرفش أنتوا إزاي عندكم مطرب بيغني ساعة 2 3 يوم 2 3 إزاي؟ قلت له يا أستاذ أنتوا المناخ عندكم البيئة تنبت قطن، نحن حلب تنبت الأصوات. يعني ما بقول في اختلاف أو في فرق بين حلب ودمشق، وإنما حلب هي كانت لعبت دور المتحف اللي حافظ على التراث من خلال الأساتذة والموسيقيين والناس اللي اشتغلوا فيه. لها أثر كتير كبير بتكوين الشخصية يعني والموسيقية والإنسانية، واللي هي بدها بالنهاية تظهر بالفن اللي عم بيقدمه الفنان بشكل طبيعي. يعني هي عبارة عن بصير تجربة، يعني الحياة في مكان ما هي تجربة بتنتج كل شيء بيعمله الفنان. فهذا أنا برأيي هو له أثر كتير كبير، وعلينا نحن بالذات يعني بالموسيقى اللي مثلا بابا بيقدمها انه متأثرة كتير بحلقات الأذكار وبالموسيقى الصوفية وبالفكر الصوفي وبالطريقة اللي بتتقدم فيها هي الموسيقى. أنا بالنسبة لي شوي كان يعني كمان أثر البيئة واضح علي، يعني أنا طلعت باتجاه الهارد روك والهيفي ميتال والموسيقى المعاصرة. تصدقيش إن الجمال يقدر يداري عيني أصل الجمال. احنا في محاولات كتير حديثة معاصرة كتير، إنه نحكي من 96 97 بلشت هاي الحركة الشبابية، واللي هي عم تحاول إنه تعمل موسيقى سورية معاصرة مختلفة يعني كتير. اختراع، محاولات يعني هي بدهم شيء انه يحكوا فيه. شو موسيقى شبابيه؟ موسيقى طول عمرها للانسان والحيوان والنبات والطفل والاكبر حتى الكهل. هلا انا عم بشتغل بكتاب صار لي 10 سنين عن التراث وعن الغناء وعن معهد الغنائي وعن الى اخره. فنحن مثل ما قال انس يعني تراثنا موجود لو ما نحن خلينا يتحرك، نفخنا في الروح وطورنا لبقي في المتاحف. على العقيق جدامنا نحن وسود العيون يا خيو، نحن وسود العيون على العقيق جدامنا نحن وسود العيون.
كرمين هيك منكون خلصنا رحلتنا عبر الموسيقى السورية. بس قبل ما نمشي حابة سمعك صوت سوري معاصر ومجدد، هي موسيقى عازف الكلارينات كنان عظمة. والليل يعني التسلية إذا فينا نقول، وأجواء شوي يعني هذا موجود بالتاريخ، أجواء مو كتير مستحبة يعني. فصار أي تجربة فنية أو موسيقية دايما مباشرة باللاوعي بمجتمعنا تربط بهي الأجواء. الشيء اللي يعني حبينا كتير نحاول انه نشرحه للناس بالاعلام باي قناه اتصال يعني مع الجمهور، انه الموسيقى اللي عم نقدمها هو مو فن فقط للتسليه. أكيد الفن بشكل عام هو له غرض ترفيهي حتما، ولكن الترفيه كمان له أنواع وله درجات. يعني في فنون كتير بتكون صعبة وراقية جدا، هي لبعض عالم هي ترفيه، ولكن ترفيه راقي. ممكن أنواع الترفيه هو يعني بينحدر لمستويات كتير دنيا مثل ما يعني بيتخيل مجتمعنا. فنحن عم نحاول إنه نطلع الموسيقى من بالفكر الجمعي اللي موجود بالمنطقة عن هي الصورة النمطية اللي الحقيقة موجودة كتير حتى بوسائل الإعلام. الموسيقى التجارية اللي دارجة هي عم تثبت هي الفكرة. نحن كموسيقيين مستقلين عم نحاول إنه نغير هي الفكرة ونطلع من هذا النمط يعني. هاي راحوا لبعيد حزن ولا عيد وبرداي حرير عالعالم بطير عطري طفي شموع أو زوبعة رجوع لمحاتهم بتموج ببحور وبمروج
هذا النوع من الإنتاج، يعني إنه فينا نقول إنتاج موسيقي مستقل. يعني كتير صار في يعني فرص انه كاشخاص منفردين انه نحن يصير في انتاج لنا من قبل شركات، ولكن مو النمط الموسيقي اللي نحن فعلا بدنا اياه. عم يكون انماط مفروضه علينا، الانماط اللي سائده بالسوق، واللي هي بالحقيقه نحن شايفين انه ما بتعبر لا عننا ولا عن جمهورنا. فارتقينا انه نحن لازم ننتج نحن موسيقتنا لحتى نحن يكون عندنا الحريه انه نختار النمط اللي بدنا اياه، نختار الكلام اللي بدنا اياه. وهذا الشيء بحسه يعني حقيقي اكثر، هي تجربه موسيقيه حقيقيه اكثر من كونه انه شيء بيفرضه السوق التجاري او الشركات اللي هي يعني هدفها فقط الربح التجاري. فبلكي يعني نحن وفرق تانية كمان موجودة بسوريا، بلبنان، بالأردن، بمصر، بكل المنطقة، حتى بالمغرب، إنه نقدر نعمل نمط موسيقي جديد يلاقي رواج بين الجمهور مثل الأنماط التجارية. شكرا يا جماعة. أنا ولدت بالشام من أب عراقي ومن أم سورية فلسطينية، بس أنا بنت الشام وبعشق الشام وبعشق كل نغمة بالشام. من سنين وأنا بلشت شغل بمجال الموسيقى، وعم دور دائما على الصوت المثالي، على الصوت الشامي، على الصوت السوري، على الصوت اللي بيروح لكل مكان ولكل العالم. ومن هون ما فيني غير روح لعند واحد من أحلى الأصوات السورية، وهي المغنية رشا رزق يلي أدت أغاني فيلم كراميل. يعني أنا ببداياتي كان عندي مشكلة الحقيقة مع عائلتي، إنه أنا بدي أدرس موسيقى أو أنا بدي أحترف الموسيقى. هذا الشيء كان شوي عامل أزمة يعني عائلية، إنه أوكي فيكي يعني تغني كهواية، ولكن إنه تحترفي الموسيقى هذا الشيء كان الحقيقة صعب. يعني نحن بمجتمع الموسيقي لا ينظر له يعني كإنسان محترم كتير بالمجتمع الحقيقة للعامة. صعب هذا الشيء، لأنه عنا بثقافتنا نحن العربية إنه الموسيقى دائما مرتبطة بأجواء السائدة يعني.
cima, Deus, Oxy, Vero, Antenore. كثير نحن نسأل إنه عن الهوية الموسيقية، وين الهوية الموسيقية أو وين هوية المنطقة بالموسيقى اللي عم نقدمها. الشيء اللي أنا بحب أقوله دائما إنه الهوية الموسيقية أو الهوية بشكل عام الثقافية هي ليست شيء ثابت، وإذا كان ثابت فهو فينا نقول إنه خلص الثقافة صارت ثقافة متحفية وماتت الثقافة، لأنه هذا الشيء لازم يكون شيء متجدد حي حتى نحن نقول إنه الثقافة حية، فالهوية لازم تكون هوية متجددة. مرايتي يا مرايتي رح أحكي لك حكايتي، قوليلي أنا مين، انتي أنا وأنا انتي، مهما كبرتي وتغيرتي بعيوني انتي الستي يا مرايتي. رح أحكي لك حكايتي، قوليلي أنا ليه شعري منه أشقر، خصري منه أصغر، وتمي منه أكبر يا مرايتي. ألو ألو، مرحبا أستاذ إبراهيم، كيفك؟ كيف صحتك؟ تمام؟ إيه نحن بالشام مع فيرمين والشباب بلشنا تصوير من كم يوم وبانتظارك. امتى بدك تطلع من الحسكة؟ اليوم بالليل. اوكي، كم ساعة الطريق؟ طيب جاي خصوصي مشاننا، في عندك شيء؟ الو، سلامات ابراهيم، كيفك؟ شو الاخبار؟ كيف اموركم؟ تحضيرات؟ ممتاز ممتاز. ليك شو بكره رح يوصل فيرمين مع فريق التصوير مشان الفيلم عن الموسيقى اللي حكيت لك عنه نيكست ميوزك ستيشن، وهن مهتمين يصوروا الحفلة تبعكم ضمن موسيقى على الطريق. يعني كتير حابين الفكرة انه جاز مع فنون بصرية ومكان عام وهيك. ايه فرح يصوروا كتير منيح. ايه لازمكن شي تاني؟ كل اموركم منيحة مشان الساوند شيك وكل هاي الامور؟ اوكي اوكي، كتير منيح كتير منيح. ماشي صديقي، يلا شوفك. اوكي تشاو تشاو، باي باي.
اوكي، رح تكون انت والاستاذ نوري. اوكي، كتير منيح كتير منيح. خلص بانتظارك نحن بكره، ويلا بالسلامه ان شاء الله بتوصل بالسلامه. شكرا، اهلين، باي باي، مع السلامه، باي باي. Amantelo, leggiantelo, amantelo, heigiantelo, amantelo, telo giantelo, siruntelo, telo giantelo, amantelo, telo giantelo, amantelo, telo giantelo, amantelo, telo giantelo, telo, siru giantelo, telo. عشت بعدين من خلال ضيعتي عشت مع ناس مختلفين، نقدر نقول الثقافات والعادات والتقاليد بكل شيء، يعني بالموسيقى، بأمور بالموسيقى وما يخص الموسيقى، بالأخص بالغناء يعني. وصراحة تأثرت في هذا الجو كثيرا يعني، وتأثرت بجو الغناء الديني الإيزيدي، وتأثرت بجو الغناء الأرمني من خلال والدي، لأنه كان حافظ كثير تراتيل لها علاقة بالكنيسة الأرمنية، يعني أخذت الألحان منها بشكل جيد. وتأثرت جدا كمان بالسريان اللي رحلوا من مناطق كمان كانت قريبة من مناطق، حتى مناطق الجد بمنطقة وان وسيبان، ومناطق الوالدة كانت قريبة كثير من ضيعة، من صيبين، من طور عابدين مثلا. حتى كثير شغلات كان عم تعمل تراتيل أرمنية بس على ألحان صراحة سريانية، كان لحن وكأنه سرياني، عم نسمع سرياني فيه الشرقي الواضح يعني. وأخذت كثير من المغنيين الأكراد القدامى اللي يغنوا ملاحم، كون منطقتنا كمان مليئة بهالمغنيين يعني صراحة في سوريا. واخذت كثير من العرب اللي كان يرحلوا دائما من مناطق دير الزور ومناطق الرقة الى منطقتنا لمتابعه امور الاقتصاديه من خلال البدو الرحل الغنامه يعني. انا تاثرت بغنائهم ايضا كمان، اخذت منهم كثير. ومنطقنا قريبه من طبعا نهر الخابور اللي هو عليه يعني بني عليه، نحن نقدر نقول حضارات جديدة، ولكن لها امتداد تاريخي طويل كثير، الحضارة الآشورية يعني. كنت على صلة وقرب من هالناس كثير يعني، اللي يغنوا من أصعب أنواع الغناء الآشوري، مثلا الراوي، الديواني، الليليانا، أغاني الشعبية. أنا لما جيت على المعهد خلال معرفتي بستانور، أنا جيت حامل معي هالأمور، بس كل